قبل ما نبدأ السيناريو بتاعنا عايز أقول لكم إن راجع لكم بقصة مش قادر أوصفها من الجمال والمتعة اللي فيها، وبنصحكم تفضلوا مركزين لآخر دقيقة لأن القصة دي بجد حاجة غريبة. وبصراحة الفيلم ده من الأفلام الهندية القليلة اللي لازم تتفرجوا عليها، وممكن يكون العنوان والبوستر ظلموا الفيديو، بس بجد أنا واثق إنكم هتستمتعوا لآخر دقيقة. وفي البداية أتمنى تفضلوا معانا للنهاية، وقبل ما نبدأ فيلمنا عايزكم تصلوا على النبي لأن ده أهم حاجة عندنا. ويلا بينا نبدأ. والسيناريو بيبدأ في مكتبة الدكتور سود، وابن أخته هارم بيرتب المكتبة بتاعته، وبنعرف إنه شخص ذكي جدا وطالع لوالدته اللي شغالة فنانة رسم تخطيطي مع الشرطة، بس ساعتها كانت في المستشفى بين الحياة والموت. وسود بيحكي للمساعدة بتاعته قصة أخته، وبيعرفها إنها كانت متجوزة من الضابط شانكر، بس حياتهم الزوجية ما كانتش أحسن حاجة، وكان دايما بيهينها وبيزعق لها، وعاشت معاه في جحيم لمدة 10 سنين لحد ما اتطلقت منه. بس للأسف المحكمة خسرتها حضانة ابنها هارن، وخدت بنتها ديفو تعيش معاها. وهارن فضل عايش مع أبوه وهو كان لسه عنده 3 سنين. وبعد فترة أخته اتجوزت الموسيقار بوسيديب وخلفت منه بنتها نيرو. ومن شهرين جالهم مكالمة إن شانكر مات، وساعتها أخته فرحت جدا وكانت أسعد واحدة في الدنيا لأن ابنها أخيرا هيجي يعيش معاها. بس لما جه اكتشفوا الصدمة لما لقوا هارن بيعاني من اضطراب نفسي وبقى شخصية وسواسية، لأن أبوه كان دايما بيعنفه وبيزعق له، وكان عايزه دايما يعمل الصح وما يغلطش أبدا. وعلشان كده فضل يسعى ورا الكمال اللي مش موجود أصلا، وده علشان يرضى أبوه وهو لسه طفل صغير. وبتيجي ديفو وهي شايلة أختها نيرو، وده علشان تطمن على والدتها. وساعتها أخوها هارين كان مشى من المكان. وبعد سنين بنشوف بنت اسمها إيمي وهي في محل ملابس وبتجرب الفستان الجديد، وأثناء وهم ماشيين بتفتكر مفتاح العربية بتاعها وبترجع تجيبه، بس بتشوف كاميرا التليفون وبتكتشف إنها صورتها فيديو، وبتقول لصاحبتها. وبيجي واحد من اللي شغالين في المحل ياخد منها التليفون، وبيعرفوا الشخص اللي صورها، بس بياخد التليفون وبيهرب ومش بيلحقوه. وبعد شوية بنشوف الشخص اللي كان معاه التليفون وهو بيقابل الشاب اللي خطفه، وبنعرف انهم شغالين مع بعض، ودي كانت لعبة. والشخص اللي قدامنا ده اسمه أمار، وشغال نصاب وحرامي، وشغلته يصور البنات ويبتزهم علشان ياخد منهم فلوس. وبيكلم صاحبه ناكل وبيطلب منه يجيب له معلومات عن البنت اللي بعت له صورتها واللي بتكون طبعا ايمي. بس ناكل بيرفض وبيقول له انا عايز اوقف الشغل ده، فبيقول له ما تنساش ان انا معايا تسجيلات وحاجات تجيب لك اعدام، فبيضطر يجيب له معلومات عنها. واثناء وهي خارجه من اسم الشرطه بعد ما عملت محضر بيجي لها امار وبيوريها الفيديو، وبيقول لها انا عارف انك مخطوبه وجوازك قريب، بس تخيلي معايا كده الفيديو بتاعك لما ينتشر على الانترنت والناس كلها تشوفه حياتك هتبقى عامله ازاي. وبيطلب منها 300 الف روبيه وبياخدها علشان تسحب الفلوس اللي معاها في البطاقه، وبيتفق معاها انها تبعت له باقي الفلوس بكره. بس بتجيله مكالمه تهديد، فبيكلم ناكل علشان يدور له على مكان يقعد فيه، بس بيقفل في وشه الخط. ولما بيدخل المقر بتاعه حد كان مستنيه، بس بيضربه وبيطحنه وبيحط عليه بنزين وبيولع فيه في المكان. وتاني يوم بنشوف المحقق داش وبيعرف رئيسه انه شاف في موقع الحادثه جثه محروقه وشويه حاجات. ولما بيوصل المركز بيقابل المحقق ليه، وبيكون ضابط من مدينه بنغالور وجاي مدينه كوشين علشان يحقق في القضيه بتاعه الراجل اللي انحرق. وبيعرفوا ان في واحده شافت الشخص اللي عمل الجريمه واللي بتبقى ليشا، وبيطلب من داش انه عايز يخبيها في مكان امن، وده علشان محدش يوصل لها. وبيعرفوا كمان انها بتعاني من اضطراب نفسي، فبيوافق. وفي الوقت ده بنروح عند اسره الدكتور سود وبنت اخته الدكتوره ديفو، وبيسالها عن اخواتها وبتعرفوا انهم في اوضتها. وساعتها نيرو كانت بتعزف لاخوها هارن، وبنعرف انها داخله مسابقه، وبتكون حياتهم هاديه جدا وبسيطه. وبالليل بيوصل ليه ومعاه ليشا، وبتكون معاهم المحققه ميرسي. وفي الاسانسير بيقابلوا نيرو وديفو وهارن وبيتعرفوا على بعض، وليه بيوريها الاوضه اللي هتقعد فيها، وبيعرفها كمان ان المحقق ميرسي هتكون في خدمتها. وتاني يوم سود بيقول لابن اخته تعالى نطلع نشوف التحقيق بتاع سرقه الموتوسيكل عند جيراننا. ولما بيطلعوا فوق الطفل كان بيوصف للرسام التخطيطي شكل المجرم، بس هارن بياخد باله ان الطفل بيكذب لانه وصف ودان السارق بطريقه غلط. وبيعرفهم هارن ان مفيش حد في العالم ودنه بالشكل ده، فبيقول له الطفل بصراحه كده اخت اللي شافته بس خايفه من الموقف، وهي وصفت لي شكله وانا بحاول اقوله لكم دلوقتي. فبيروح لها هارن وبيطمنها وبتوصف له شكل المجرم الحقيقي، وبيقدروا يرسموه. وبنعرف انه اتعلم الرسم من والدته. وليه بيسال داش هو مين ده، فبيقول له ده ابن الفنانه سميثا وكانت شغاله معانا في الرسم التخطيطي، بس هو احسن منها بكتير. وليه بيعجب بيه جدا. وفي المركز واحد من المحققين بيعرض عليهم انهم يرسموا صوره المجرم من خلال الشاهده اللي معاهم، وبكده هيجيبوه. بس داش بيرفض لان معاه قضايا كتير فيها رسم ولسه ما قفلش ولا واحده فيهم. بس ليه بيروح يقابل هارن وبيطلب منه المساعده، وهو بيوافق على طول. وتاني يوم بيقابلها وبيطلب منها توصف له شكل المجرم، فبتقول له كل المعلومات بدقه اكنها كانت واقفه قدامه. فبيقول لهم انا مش هكمل، وبتدخل الاوضه وبيقول للمحقق في حاجه غلط، وبيعرفوا انها بتعاني من صدمه وعلشان كده مش قادره تفتكر الشكل الحقيقي.
ليه، بس بالنسبة لها هي بتقول الحقيقة، وده حصل قبل كده في جريمة قتل في أمريكا، وبعد مدة اكتشفوا إنه بيكذب وإن القاتل واحد تاني خالص، وبيعرفوا إن الشكل اللي وصفته يبقى هو، وبيقول له لو كنت فعلا أنا القاتل كانت شاورت عليا وخلاص، وبيقول له إحنا عايزين نروح عند مكان الحادثة وهناك هنساعدها تفتكر، وأثناء وهم في الطريق بيشغلوا لها مزيكا وده علشان تريح أعصابها، وبيقول لها هارن أنا عايزك تغمضي عينك وتحكي لي كل حاجة حصلت لك في اليوم ده، فبتقول له في اليوم ده جات لي مكالمة وكنت ساعتها لابسة قميص أبيض وبنطلون جينز، ووصلت عند محطة القطر ولما نزلت منه أخدت الموتوسيكل بتاع صاحبتي ورحت للمستودع اللي هو فيه وشفت كل اللي حصل، وبنكتشف إن القاتل هو هارن، وهنعرف دلوقتي ليه قتله وليه ليشا كانت بتراقب المجرم ده أصلا. ولما بيوصلوا المكان هارن بيحضر نفسه علشان يرسمه تاني، وبيقول لها أنا عايزك تركزي في كل حاجة هتقوليها، وبتقول له أنا عمري ما هقدر أنساه، وبتقول له إن وشه هيكله مربع وخماسي الأضلاع ودقنه كانت طويلة، وبتفضل تقول له هو بيرسم، وبيروح يوري الرسمة للمحقق فبيقول له على ما أعتقد كده إنها قالت لك امبارح إن مناخيره كانت مسطحة ليه راسمها عريضة، فبيتوتر بس بيقول له إن الذاكرة عندها كانت في حالة اضطراب، وبيطلب منه ما يوريهاش الرسمة، وده يعني بعد ما يطلعوا الشكل النهائي منها، فبيقول له إحنا ما عندناش وقت، ولما بتشوفها بيكون خايف بس بتقول له أيوه هو ده القاتل. ولما بيروحوا إخواته بيعرفوه إن المحققة ميرسي في المستشفى بتولد، فبيطلب منهم يكونوا جنبها، والمحقق ليه بيروح هو كمان، وبيفضل قاعد مع نفسه يفكر إزاي يخلص على ليشا واللي بتكون قاعدة لوحدها في الشقة، وده لأنها هتشكل خطر كبير عليه، وفعلا بيطلع عندها وبيحاول يفتح الباب وهي جوه بتسمع وبتبقى مرعوبة، بس بيوصل الدكتور وبيسأله أنت بتعمل إيه وباب الشقة مفتوح كده ليه، فبيقول له أنا سمعت شوية قلق قلت أجي أطمن، ولما بيفتحوا الباب ليشا كانت رفع عليهم السلاح، وبيوصل ليه وبيقول لهم أنتوا إيه اللي جابكم هنا، فبيقول له إحنا سمعنا صوت وجينا علشان نطمن، وبتقول لهم ليشا أنا كنت فاكرة إن المجرم هو هارن، وهنا الدكتور بيحس بحاجة غلط لأنها بتاخد مش أقل من 8 ثواني علشان تعرف الشخص اللي قدامها، وده أمر خطير جدا، وبيعملوا أشعة على مخها، وبيعرفهم الدكتور إن ليشا بتعاني من عمى الوجوه، وده بعد الحادثة اللي حصلت لها يوم الجريمة، والمرض ده بيكون عبارة عن إنها سهل عليها إنها تنسى شكل اللي قدامها وبتاخد وقت كبير علشان تعرف هو مين، بس بيطمنهم إنها هتخف مع العلاج والتمارين. وبنرجع بالماضي مع المذيعة والصحفية ليشا وهي في التلفزيون، ولما بتخلص بتقابل شخص وبيديها فلاشة وبتروح تقعد مع واحدة اسمها روهني، وبتعرف منها إنها بتتعرض للابتزاز، وده من شخص اغتصبها وبيهددها إنه هيفضحها وده لو ما بعتتش فلوس، والشخص ده طبعا بيكون أمار، ومن هنا بدأت ليشا تدور وراه وده علشان توقعه. ولما بتعرف الرئيسة بتاعتها في الشغل عنه بتقول لها المعلومات اللي معاكي مش كاملة ولازم المصدر يكون معروف، وده علشان نثبت صحة كلامنا، وبنعرف إن المصدر اللي معاه هو ناكل، ولجأ لها علشان تساعده وتساعد البنات اللي بيتعرضوا للأذى منه، بس طبعا بيرفض إنه يظهر في الصورة وده علشان حياته ما تتعرضش للخطر، بس بتقول له أنا مفيش قدامي حل غير إن أقول على اسمك وده علشان نوقف جرائم الشخص ده، فبيقول لها بس استني أنا قدرت أوصل لتسجيل مكالمة لأمار وهو بيتكلم مع شخص قريب واحدة من البنات اللي بيبتزهم، وبنعرف أصلا إن ناكل هاكر وأمار كان بيستخدمه علشان يجيب له التفاصيل عن الضحايا اللي معاه، بس هو قدر يهكر الأجهزة بتاعته وبدأ يسجل له مكالمات، وبيقول لواحد إن معاه فيديو لأخته مدته ساعة ومحتاج 2.5 مليون روبية وده علشان ما ينشرش الفيديو على كل وسائل التواصل الاجتماعي، فبتعرفه إنها لازم تبلغ الشرطة، وفعلا راحت عند المحقق ليه وسمعت المكالمة وادته كل البيانات عنه، فبيقول لها أنا هتحرى عن الموضوع ده وهبلغك بالجديد. وبالليل بتجيلها مكالمة من الرئيسة بتاعتها إنها قرأت اقتراحها عن المغتصب المتسلسل وفرحانة جدا بالمقال بتاعها وموافقة إنه يتنشر، بس عايزة شوية فيديوهات أصلية وده علشان يعرضوها مع المقال ويثبتوا للناس مصداقيتهم، وهنا قررت تروح للمكان اللي هو فيه وشافته وهو بيضرب واحد وصورته فيديو وبعتته لها، وبعد شوية شافت هارن وهو بيضربه وبيولع في المكان وقدرت إنها تهرب، بس وهي ماشية عربية بتخبطها وبتفقد الوعي وبتروح على المستشفى وليه بيزورها، وبنرجع بالحاضر وهي قاعدة مع الدكتور وبيقول لها ما تخافيش وعلى الرغم من إن حالتك الطبية خطيرة بس في علاج تجريبي ليه وهو التعرف على الملامح، وبيقول لها إن كل وش إنسان بيتكون من ملامح زي العين والمناخير والبق، بس كل شخص بيختلف عن التاني وإن في حاجة بتبقى مميزة في وشه نقدر نعرفها منه، وهنا ليه كان شاكك في هارن وبيفتكر لما هارن غير في الرسمة ولما كانت مفكراه المجرم وأول مرة رسمته فيه، فبيتأكد إن هو القاتل وبيكلم واحدة اسمها سوبع وبيطلب منها تجيب له كل المعلومات عنه، وبيروح وراه المكتبة وبيقول له أنا عايزك تقول لي أنت ليه قتلت أمار فيليكس، وبيعرفه إن هو متأكد إن هو اللي عمل كده، وبيكلم داش وبيقول له إن اللي قتل أمار يبقى هارن وهو متحفظ عليه دلوقتي، ولما بيوصل بيقول له طب والرسمة اللي معانا، فبيقول له ملهاش لازمة وإن هو القاتل الحقيقي، بس فجأة بيجي شخص اسمه أمير علي وبيكون هو اللي في الصورة وبيسلم نفسه وبيكونوا مخضوضين من اللي شايفينه، وبيقول لهم هارن بكل ثقة بما إن معاكم الرسمة والمجرم فاسمحوا لي إن أمشي، بس ليه بيروح يقعد معاه برضه وبيقول له لعبة أمير علي دي كانت جامدة جدا وما كنتش أتوقع إنك ذكي
معاكِ للدرجة دي، وبيقول له: "أنا مش عارف هو سلِّم نفسه مكانك ليه، وإيه القصة أصلًا، بس أنا متأكد إن أنت اللي قتلته." وبيعرّفه إن أكتر حاجة هو عايزها دلوقتي الفلاشة اللي كانت مع قمار، فبيقول له: "أنا ما أعرفش عنها حاجة، وما أعرفش أنت بتتكلم عن إيه أصلًا." بس بيكلم داش، وبيقول له: "لمّا رُحت المكان لقيته فلاشة؟" فبيقول له: "أيوه، وموجودة دلوقتي في غرفة الأدلة." فبيقول له: "بس إحنا عايزين نفحصها." فبيقول له: "مش هنقدر ناخدها غير بأوامر رسمية." وهنا هارن بيقول له: "أنت ما جيتش هنا علشان تحقق في القضية، أنت جيت علشان خاطر الفلاشة." وتاني يوم بياخدوا أقوال أمير، بس داش كان حاسس برضه إن مش هو القاتل، وبيقول له الدكتور: "إيه علاقة هارن بقضية القتل؟ وفي الوقت ده ليه بتيجي له مكالمة من سوبا وبتعرّفه إن نيرو تبقى بنت سمسة وأخوها يبقى هارن." فبينخض من اللي بيسمعه، وبنرجع بالماضي لمّا ديفو راحت لأخوها المستشفى وهو بيعيط، وكانت أختهم نيرو متبهدلة وفاقدة الوعي وبيعيشوا أسوأ أيام حياتهم، بس ديفو بتقول له: "إحنا لازم نبقى أقوياء أكتر من كده، وأختنا محتاجة دلوقتي إن إحنا نقف جنبها ونطلّعها من الحالة اللي هي فيها." وبنرجع بالحاضر والمحقق داش بيكلمه وبيقول له إن عربية المحقق ليه موجودة عند مكتب مفوض الشرطة وهو مش فيها، فبيكلم المفوض وبيسأله عن الضابط المسؤول عن حماية الشهود ليه، وعايز يستفسر عن تفاصيل قضيته الجديدة بتاعة قمار، فبيقول له ليه ما عادش ضابط شرطة والمفروض دلوقتي هو مرفوع عليه قضية لإنه مجرم، وساعتها ليشا كانت قاعدة مع هارن وبيقول لها من شهور فاتت أخت نيرو اتعرضت للاغتصاب واللي ارتكب الجريمة دي قمار، وعلشان كده تتبعت مكانه وقتلته وحرقته، ودي كانت أقل حاجة ممكن أعملها فيه، بس الكلام ده ما عملهوش في البداية، وكان كل اللي شاغل تفكيره بعد اللي حصل لأخته إنه يخرجها من الحالة اللي هي فيها وترجع تضحك تاني زي زمان، وفعلا بينجحوا في ده، بس في يوم بيجي له شخص اسمه أنصار وبيكون أخو ساكي البنت اللي اتخطفت مع نيرو، وبيعرفه أثناء وأخته كانت بتتعالج المجرم بعت له فيديو 30 ثانية لأخته أثناء تعرضها للاغتصاب وطلب منه ساعتها 2.5 مليون روبية، وبنعرف إن المكالمة دي هي اللي سجلها ناكل وسمعها ليشا، وهنا بعد ما كان هارن قرر يسيب القضاء يجيب له حقه قرر إن هو اللي ياخده، وبيفتح الأوضة السرية بتاعته وبيبان عليه إنه مش شخص عادي ووراه قصة كبيرة، وبيفضلوا يتتبعوه لحد لما بيوصلوا عنده والغل ملأ قلبه وبدأ يخرم فيه بالسكينة من غير رحمة، وكل ضربة بيديها له كانت عقاب لكل بنت أذاها من غير ذنب، وفي النهاية ولع فيه وفجر المكان، وبعدها قابل أمير أبو أنصار وساكي واللي طلب منه إن عايز يحمي ابنه وخايف عليه لمستقبله يضيع ومستعد يعمل أي حاجة علشان ابنه ما يدخلش في الموضوع ده، وعلشان كده سلم نفسه للشرطة مكانه، وده طبعا بعد ما هارن رسم رسمة قريبة منه، وبيعرفهم الدكتور إن ليه راح لمكتب المفوض، وهارن بيكلم داش وبيعرفه إن ليه كل اللي هو عايزه الفلاشة وبيطلب منه يجيبها له علشان يعرفوا إيه اللي جواها مخليه مهتم بيها قوي كده وعايز يطمن أكتر إن مفيش أي حاجة تضرهم، بس داش بيعرفه إن المحامي جه وخرج أمير بسهولة لأن مفيش عليه أي تهمة لأن الرسمة المرسومة دي مش هو، وإن الشخص اللي فيها مجهول ومحدش يعرفه، وده بعد ما هارن عمل دمج بين صورته وصورة أمير، وبيعرفه كمان إن الفلاشة دي مشفرة وصعب جدا يفتحوها، بس بيقول له إن ناكل موجود وهيقدر يقوم بالمهمة دي، وفعلا بياخدها وبيكلموا ناكل وبيطلبوا منه يفك شفرة الفلاشة، فبيقول لهم ما تقلقوش أنا قدها، وبيبعتوا الموقع اللي هيتقابلوا فيه، بس فجأة بيظهر لهم ليه، فبيحاول هارن يهرب منه وبيفضلوا يجروا ورا بعض في الطريق المخالف، وكان ليه هيقلب بيهم العربية، بس بيقدر هارن إنه يتفاداه وبيستمر في الهرب، وكان لسه هيضربهم بالمسدس فبيخبطوا بالعربية وبيدخلوا مكان مهجور، وهارن بيطلب من ليشا إن لو ما رجعلهاش في خلال 20 دقيقة تروح للمحقق داش وتحكي له كل اللي حصل، وبتنزل بالعربية والاتنين بيفضلوا يجروا ورا بعض، بس بيقدر هارن يرميه من على الجبل والعربية بتنقلب بيه، وبعد يومين الدكتور سود بيقابل ليشا واللي بتكون في صدمة عصبية وخايفة وبيقول لها إيه اللي حصل، فبتقول له من يومين هارن كلمني ورحت له وكان ساعتها مصاب وطلب مني إن أسوق واروح بيه للمكان اللي فيه المحقق داش، وهناك قتل وخد الفلاشة وهي كانت خايفة لا يقتلها بس مش بيرضى وبيسيبها وبيمشي، وبتعرف الدكتور إنها مرعوبة ومش عارفة هتعمل إيه، وإن هارن ضحك عليها وخلاها شريكة معاه في جريمة القتل، فبيقول لها أنت مش شريكة معاه ولا حاجة أنت شاهدة على اللي حصل، وبيوصل ناكل وبيعرفها إنه وصل للمكان قبل الوقت بشوية وشاف كل حاجة حصلت وخاف جدا لما شافه بيرفع عليها السلاح، فبتقول للدكتور صدقتني لما قلت لك إن هارن مجرم، فبيقول لها ناكل هارن ما كانش معاكي أصلا، فبتقول له إزاي، فبيقول لها الدكتور اللي كان معاكي هو ليه، وهنا بينزل هارن من العربية فبتقول لهم اتصلوا بالشرطة بسرعة لازم يقبضوا عليه، فبيقول لها الدكتور اهدي مش هو اللي كان معاكي ومش هو اللي قتل المحقق، اللي قتل المحقق هو ليه، وبعدين انت قلت ان هارن كان مصاب بجرح في رقبته، هو فين الجرح يعني لحق يتعالج في خلال يومين، وبيقول لها انت لسه ذاكرتك واقفة لما كنت مع هارن واي شخص هتشوفيه لابس هدومه حتى هتفكريه هو، وبنعرف ان ليه استغل ان الذاكرة بتاعتها في الضياع واستخدمها علشان توديه المكان اللي اتفقوا عليه مع المحقق داش، وده علشان ياخدوا الفلاشة، وهارن بيقول لها تعالي بقى اعرفك مين هو الحيوان ليه، وبيقول لها سنة 2018 وبناء على امر من المحكمة العليا بدأوا في برنامج حماية الشهود في كل ولاية في الهند، وده لحماية الشهود في القضايا المثيرة للجدل، وليه كان ضابط حماية الشهود
الشهود، وكان مكلف بتوفير بطايق جديدة لكل شاهد ونقلهم كمان في مكان آمن، وده لحد لما القضية تتحل. لكن ليه استغل الفرصة وبدأ يبيع هوايات الشهود في السر، واللي المفروض كانت تبقى سرية ما عدا عن الضباط المسؤولين عن حماية الشهود. وليه سلم بطايق الشهود للمتهمين في جرائم القتل والفساد والتآمر، وبيعرفها إن سوبا تبقى هي نقطة التواصل الرئيسية في كل أعماله. وكان في تاجر خمور اسمه شينا، وكان في صحفي اسمه ديفا كتب عنه مقال إنه بيتاجر في كل حاجة خارجة عن القانون، فراح لبيته وقتله قدام مراته شاتي، وبقت هي الشاهدة على قتل جوزها وقدمت فيه بلاغ، وكان عايز يقتلها لأن هي الشاهدة الوحيدة، ولما تموت كده القضية تسقط من عليه. وعلشان كده الشرطة ادت لها اسم وهوية جديدة ونقلوها لبرنامج حماية الشهود لحد لما القضية تخلص. لكن طبعا ليه باع القضية مقابل ملايين من الروبيات، وتاني يوم اتعرضت لهجوم بس قدرت إنها تنجو. وفي يوم والطفل ده مروح ليه رمى ظرف في بيته، وبيدخل وبيكون عبارة عن فلاشة وبيوصلوا بالتلفزيون، وبيعرفوها إنهم بعد ما عملوا تحقيق عرفوا إن ليه كان متورط في تسريب معلومات عن شاتي وعن ناس تانية كتير، وعلشان كده بقى متهم ومجرم ومرفوع عليه قضية. وشاتي اتعين عليها ضابط جديد يحميها بهوية جديدة ومكان جديد تعيش فيه، بس برضه ليه قرر إنه يعمل خطة علشان يقتلها، وقدر من خلال اتصالاته يعرف مكانها، بس فين بالظبط محدش يعرف غير الضابط اللي معاها. بس ليه متأكد إن في بروتوكول برنامج الشهود الشاهد هيتنقل من مدينة كوشين إلى مدينة بنغالور في رحلة طيران عادية يوم المحاكمة، وفي اليوم ده مفيش غير رحلة واحدة إلى بنغالور، وبيعرفها إن الرحلة دي هتطلع في خلال ساعات قليلة. فبتقول له ليشا يعني دلوقتي لو شادي اتقتلت على طول هيتهموا ليه بقتلها صح؟ فبيقول لها هارين ليه ضابط محترف، وعلشان كده قرر مش هو اللي هيقتلها وهيستخدم ناس غريبة ينفذوا المهمة دي مكانه. وعلشان كده حدد شخصين في الرحلة دي واستخدم أمار وهو مغتصب معروف، وده علشان يغتصب بنتين من قرايبهم وسجل لهم فيديوهات. وكانت واحدة من الضحايا دي تبقى ساكي صاحبة أخت نيرو، واللي كانت مطلوبة يوم الخطف كانت ساكي مش أختي. وأخو ساكي اللي هو أنصار كان شغال موظف أرضي في مطار بنغالور، وأمار شغل دماغه من ورا ليه وبدأ يكسب فلوس من أهل الضحايا من غير ما يعرفوا، وعلشان كده قدروا يكشفوه ويعرفوا هو مين. بس في نفس الوقت بنكتشف إن الطفل اللي كان معاه الفلاشة في فيديو لأخته وأمار بيغتصبها وبتفقد الوعي، وليه بيكلم أبوها وبيعرفوا إن سمع إن بنته هتتجوز خلال الفترة اللي جاية، وعلشان كده هو عايز يحميها زيه بالظبط، بس بيطلب منه ينفذ اللي هو عايزه، يا إما مش هيخليها تتجوز طول حياتها. ومش بس كده، ده احتمال كبير تنتحر بعد ما الناس تشوف فيديوهاتها على كل السوشيال ميديا. وبيكون باعت له فلاشة. وفي الوقت ده هارين والدكتور كانوا في بيت جارتهم اللي توفت، وهارين بيقول له جه الوقت علشان ننهي اللعبة دي، وبيدخل الأوضة السرية بتاعته وبيركب عربيته وبيمشي. وفي نفس الوقت نيرو وديفو كانوا في الشقة وبيجي لهم ليه، وبيقول لنيرو فاكرة 12 إبريل 2023 وملامح وشها بتتغير، وده كان اليوم اللي اتخطفت فيه. وساعتها الدكتور كان قاعد مع المحقق سيدها وبيعرف منه انهم قفلوا البلد كلها بسبب قتل المحقق داش، وساعتها ليه كان مهددهم بالسلاح وبيقول لهم انا كان عندي خطة وكانت ماشية زي الفل، بس بعد ما اخوكم دخل فيها بوظ كل حاجة. وبيقول لهم بس مش مهم، وبيعرفهم ان هو في مشكلة صغيرة ومفيش حد هيقدر يخرجوا منها غيرهم وبالاخص الدكتورة ديفو. وبيقول لهم ان المدينة كلها مقفولة دلوقتي، وعلشان كده انا جيت هنا لان ده أأمن مكان ومش هلاقي احسن منكم يساعدني اخرج منها، ولو ما عملوش كده هيقتلهم. وساعتها المحقق سيدها بيقول للدكتور المفروض ان المحقق ليه لازم يروح بكره للمحكمه، وده علشان هيتعرض على القاضي لان مرفوع عليه قضيه بيع هويات شهود. وبيقول له بس في حاجه انا مستغربها وهو هارين، وبعد ما دورنا وراه اكتشفنا انه مش شخص عادي عايش مع اخوات البنات، لكن ده وراه قصه كبيره لسه ما نعرفهاش. وبيطلب منه يقول له هو مين هارين شانكر. وساعتها نيرو بتقول لي ليه انت ما عندكش فكره اخويا يبقى مين؟ فبيقول لها عارف، وعلشان كده انا جيت هنا. وبنشوف ليه لما جات له مكالمه من سوبا وبتعرفوا انهم انكشفوا ولازم يهرب، بجانب انه بيلعب مع شخص ما ينفعش حد يلعب معاه وهو هارين. وبتقول له انت ما تعرفش هو مين؟ فبيقول لها شخص غلبان وفنان بيحب الرسم وعايش في هدوء مع اخواته البنات. فبتقول له انت غلبان، هارين يبقى مارشال جوي يعني على المجرمين والارهابيين اللي بيركبوا الطيارات مش بيسمي، وشغلانته يامن المجال الجوي للطيارات، وكان جندي سابق في وحده الكوماندوز الوطنيه ومتدرب تدريب عالي جدا. وهنا ليه كان هيتجنن. وساعتها هارين بيكلم واحد من رجال الامن وبيعرفوا ان في مهمه خطيره هتحصل دلوقتي وفي قاتل هيطلع على الطياره دي، وده علشان يخلص على واحده اسمها شاتي وما يعرفش هو مين ولا خطته ايه بالظبط، بس بيطلب منهم انهم يثقوا فيه وانه هيقدر يوصل له. وبيطلع على الطياره وبيطلب من مضيف الطيران انه يسمعه كويس، وبيقول له ان في خلال 15 دقيقه هيطلع على الطياره دي قاتل وما يعرفش هو مين وما يعرفش خطته ايه بالظبط، والمطلوب منهم انهم يلاقوه وهو اللي هيساعده في ده. وبيتواصل مع ناكل وليشا من خلال سماعه كان مديها لهم وبيتاكدوا ان هم سامعينه، وبنعرف ان اللي معاهم ده جهاز ارسال من نوع عسكري ومتوافق مع جميع شبكات الطيران ويقدر يتصل بهم مباشر حتى لو كان على ارتفاع 40,000 قدم. وبيعرف ليشا ان اعتماد
اعتمادهم الكل عليها، وبيوصلوا الركاب ومش بيعرف يحدد هوية الخاطف، وبتوصل كمان شاتي وبتتحرك الطيارة وبتوصل للمحقق قائمة أسماء الأشخاص اللي في الطيارة، وهارم بيبعتها الناكل، وده علشان ليشا تبص عليهم لأنها شافت الشخص اللي هيقوم بالمهمة لما كانت في المستودع بتراقب أمار، بس هي طبعا مش فاكراه بسبب الحادثة اللي حصلت لها، وبتبص في كل الصور ومش قادرة تفتكر، وناكل بيبلغه إن ليشا بتبص في كل صورة يجي 4 دقايق، وبكده الوقت مش في صالحهم، وبيسألها هو أنت معاك خطة بديلة؟ فبيقول له كملوا فحص في الصور، وبيرن الجرس وجهاز الأكسجين بينزل عند شاتي، ومضيف الطيران بيقول لهم لازم ننقلها مكان آمن لأن في عطل في الكرسي بتاعها، ودي سياسة شركة الطيران. فبيروح وراهم هارن وبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم إن في قاتل على الطيارة وده علشان يقتلها، بس بيطمنها إنه هيعمل المستحيل علشانها، وساعتها ليه كان في المستشفى مع ديفو وبيوريها فيديو لأختها وهي بتعيط، فبيقول لها أظن مفيش قدامك حل غير إنك تساعديني، وده لأنك لو ما عملتيش كده أختك هتنفضح في كل العالم، وبيعرفها إن هيعمل نفسه وشه محروق ولازم يتنقل لمستشفى بره المدينة وهي اللي هتوقع على التقرير ده، وبكده هيقدر يخرج من غير ما حد يشوفه. وهارم بيطلب من ليشا إنها تركز لأن الأمل عليها، وبتفتكر كلام الدكتور سود لما قال لها إن كل شخص فينا في وشه علامة مميزة، فبتفتكر العلامة اللي كانت في وشه، وبدأوا يدوروا عليه بس للأسف مش بيلاقوه، ومن هنا قرر هارين يروح للخطة البديلة، وبيكون تاجر الخمور شينا في نفس الطيارة وبيعرفه بنفسه وبيقول له أنا عارف كل حاجة وعارف إنك عايز تقتل شاتي اللي هتشهد ضدك في المحكمة، وكلفت ليه إنه يقتلها، وبيهدده بالسلاح إن لو موقفش اللي بيعمله ده هيقتله في الطيارة وهيعتبره مجرم عادي، فبيقول له أنا ماليش علاقة بيه، أول ما عرفت إنه جاب بنتين صغيرين واغتصبهم ففضيت الشراكة معاه لأن دي مش أخلاقي. السلام عليك أبو الأخلاق. وبيعرفه حاليا إنه راشي القاضي علشان يحكم في صالحه ويخرجه من القضية دي، وفي الوقت ده ديفو بتمضي على التقرير بس بتفتح باب الأشعة وبتطلب من الممرض يحط المريض في مكانه، وده لحد لما ترجع وهي اللي هتصوره وتعمل له الأشعة، بس واحد من رجال الأمن بيعرفه إن في 6 كراسي على الطيارة محجوزين بأسامي مزيفة، وبيبعت رقم الكراسي لناكل وده علشان يعرف له مين الأشخاص دول، وبيعرفوا إن دول شهود رايحين برضه المحكمة زيهم زي شاتي، وهنا بيستنتج هارين إن دول الشهود ال7 واللي المفروض ليه باع هويتهم، وبيتأكد من كلام شينا إنه فعلا فض الشراكة اللي بينهم وإنه دلوقتي بيشتغل لصالح نفسه وعايز يقتل ال7 شهود دول علشان يقدر يخرج من القضية اللي مرفوعة عليه لأنهم المفروض رايحين يشهدوا ضده بكرة في المحكمة، وبيقول لهم بس مفيش قاتل يقدر يقتل 7 أشخاص في طيارة، وبيقول لهم كان في بنتين في الخطة بتاعته ساكي وديفا، وبيطلب من ناكل يجيب له كل المعلومات عن ديفا، بس أول ما ليشا بتشوف صورة أبوها بتتأكد إن ده الشخص اللي كان مع أمار بس ما يعرفوش عنه أي حاجة، بس في علامة زرقاء على رقبته مكتوب عليها ATCO، وهنا بينصدم هارن لما بيعرف إنه مراقب الحركة الجوية وبيبلغ رجال الأمن وبيروحوا بسرعة علشان يقبضوا عليه، وساعتها بيدخل سوديف يقعد في مكانه وليه بيمشي في سلام، وسوديف كان خايف من اللي بيعمله، وهارن بيقول لهم إن مسؤول الحركة الجوية مهمته إنه ينزل الطيارة في أمان، ولو أخطأ في كتابة رقم 1 هيحصل بينها وبين طيارة تانية تصادم وهتنفجر على طول، وبيبدل الفلاشتين ببعض علشان يدي للكابتن معلومات غلط، والطيارة بتستعد للهبوط والأمن بيوصل وهارن بيدخل للكابتن، وفجأة الطيارة بتختفي من على الشاشة وبيقبضوا عليه، والطيارة بتظهر تاني وبتنزل في سلام، وبنعرف إن هارن وقف جهاز الإرسال وبعدها رجعه تاني، وروهان بيطلب منه يجي معاه، والمحقق صدع عرفه اللي حصل لاخواته بس بيطمنوا إنهم في أمان، بس للأسف ليه هرب، وبعد شوية أسابيع بنشوف ليه وهو متنكر وبياخد من سوبا جواز سفر مضروب بتاع واحد اسمه أرجون برصاد، والمفروض إن هو مسافر على طيارة خاصة ومعاه أبوه الميت تشارلز وبيكون معاهم تابوت وده علشان يدفنوه، وفي الطيارة المضيفة بتعرفه إن معاهم مرشال جوي علشان يأمن الرحلة، وهو بيخاف طبعا لأنه بيكون الغول هارن وبيروح يقعد معاه، فبيقول له ليه ما تفكرش إن أنا لوحدي، أنا معايا 2 لو جيش ما يقدرش عليهم، وبيعرفه إن ما يقدرش يعمل له حاجة لأن معاه الفلاشة اللي عليها كل البلاوي بتاعت أخته، فبيقول له هارن نسيت أقول لك الفلاشة اللي معاك دي فاضية، وبنعرف إن أخته قدرت تبدلها وهم في المستشفى، ومن هنا بتبدأ الملحمة النهائية، وبيقوم البطل يكسر وبيدمر وعينك ما تشوف إلا النور، شوية أكشن على الرايق، والثنائي بيكونوا جامدين بس على مين؟ هارن بيكون تنين وبيبهدل فيهم على قد ما يقدر وبيكسر في عظمهم وبيطوح فيهم الضرب شمال ويمين وبينضرب ضربة بس بيرد ب5، والقتال بيبقى عنيف جدا وبيمسك طفاية الحريق وبيفقدهم الوعي، وليه بيمسك المسدس بس بيختفي ابن الايه وبيظهر له تاني، وبيبداوا الاتنين يتقاتلوا مع بعض وبيفضلوا يضربوا في بعض وبيكونوا اقوياء جدا، بس هارن محدش بيقدر عليه وبيغرز السكينة في رجله بس بيخبطوا شباك الطيارة وبتحصل حالة من الاضطراب، والكابتن مش قادر يسيطر على الموقف وبيحاولوا يتماسكوا في الطيارة، بس هارن بيمسك المسدس وبيديله طلقة في نص دماغه وبيخلص عليه، وبعد مدة ليشا كانت قاعدة مع الدكتورة واللي بتقول لها ان المؤشرات اللي معاها بتقول انها اتحسنت جدا عن الاول، وبتسألها
لها عن أول واحد شافته بعد الإصابة لسه فاكراه، فبتقول لها عمري ما انساه. وهنا بينتهي فيلمنا، ودي كانت نهاية السيناريو الجميل بتاعنا، بس مش نهاية ملخصاتنا أكيد. ولو عجبتكم الحلقة دي ما تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك وتعليق جميل علشان يوصل لكم كل جديد، وشكرا.